السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ومميز. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه مع بعض ريفيو على كتاب الأضواء لمادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. هندخل كده مع بعض وهناخد جولة في الكتاب، هنشوف مع بعض محتويات الكتاب وهنتعرف على المنهج الخاص بالفصل الدراسي الثاني كله، وكمان هنشوف مع بعض شكل الاختبارات والتدريبات والملحق اللي في نهاية الكتاب، وفي الآخر هنعرف كمان سعر الكتاب كام. فخليكم معايا وهنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. طيب أنا طبعا كنت جايبة برضو كتاب الأضواء في الترم الأول، عجبني جدا، لذلك أنا جبت برضو نفس الكتاب في الترم التاني. وحتى السنين أصلا اللي فاتت كلها أنا متعودة بجيب الأضواء بصراحة في اللغة العربية وفي مواد تانية. بالنسبة طبعا للأضواء في اللغة العربية هنلاحظ إن الأسئلة في الامتحان بتبقى جاية منه هو وكتاب سلاح التلميذ، فأنا برشح لكم بصراحة أفضل كتابين في اللغة العربية وفي المواد التانية هما الأضواء وسلاح التلميذ. احنا متعودين جدا انا وبنتي على الاضواء فانا بجيبه، لو ما لقيتوش ممكن اجيب سلاح التلميذ، لكن انا دايما ببدأ بالاضواء. طيب في الترم الاول كانوا واخدين 3 وحدات، وكذلك برضو في الترم التاني 3 وحدات. ندخل كده على الوحدة الاولى ونشوف الدروس اللي مقررة عليهم. بالنسبة للوحدة الأولى واللي هي برضو منهج شهر فبراير، علشان طبعا امتحان شهر فبراير بيكون على الوحدة الأولى. الوحدة الأولى اللي هي أخلاقي تصنع عالمي، بيكون فيها كام درس؟ زي ما احنا ملاحظين بيكون فيها 4 دروس. بالنسبة للدرس الأول هيبقى فيه نص الاستماع، نافذة الصداقة. الدرس التاني هيكون فيه القراءة والقواعد النحوية، قواعد إملائية والتحدث، وخامسا الكتابة. طيب الدرس التاني فيه ايه؟ في درس القراءة، هل فكرت قبل أن تنشر؟ أما بالنسبة للقواعد النحوية فهياخدوا مراجعة على ركني الجملة الاسمية اللي هما المبتدأ والخبر، اللي طبعا أخدوهم في الترم الأول. القواعد الإملائية هياخدوا الألف اللينة في الحروف. أما بالنسبة لدرس التحدث اسمه بكلمة أسعد غيري، والكتابة هياخدوا كتابة وصف حدث. بعد كده الدرس الثالث فبيحتوي على مجموعة دروس. درس القراءة فيه كلمات تبني وكلمات تهدم. بعد كده درس القواعد النحوية هياخدوا الجملة الفعلية، الفعل والفاعل، ودي طبعا حاجة جديدة عندهم. أما بالنسبة للقواعد الإملائية تطبيقات على الألف اللينة في الحروف، إلى وعلى وحتى. ودرس التحدث الضحك الجميل. وبعد كده في درس الكتابة هياخدوا تطبيقات على كتابة وصف حدث. أما بقى الدرس الرابع بيحتوي برضو على مجموعة دروس بداخله، هياخدوا في الظواهر البلاغية التعبير الحقيقي والتعبير المجازي، هيكملوه لأن هم أخدوه طبعا في الترم الأول. بالنسبة للنص الشعري مصر لنا منذ القدم، احنا لاحظنا في الترم الأول إن هما في كل وحدة بيكون في نص شعري واحد في آخر الوحدة، في آخر الوحدة. طيب بعد كده في الآخر هعمل ملخص على شهر فبراير كله، عشان طبعا امتحانات الشهر وأنشطة على شهر فبراير وكمان اختبارات. وهنا في قصة هي للقراءة فقط، عودة للقراءة مع الأسرة، وهي قصة الصدق ينجي دائما. ندخل بقى على منهج شهر مارس وكمان الخاص بامتحان الشهر لشهر مارس. الوحدة التانية أحلم وأخطط، بيحتوي على كام درس؟ ادي درس 2 3، وفي كمان درس رابع هناك. الدرس الاول نص الاستماع مصنع الاحلام، والدرس التاني بيحتوي على درس القراءة مدينة تبنى بالحلم. وبعد كده عندنا القواعد النحوية على الفاعل، المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. والقواعد الإملائية هياخدوا فيها الألف اللينة في الأسماء. ودرس التحدث طريق النجاح. ودرس الكتابة كتابة وصف مكان، كتابة وصف مكان. فوق كان عندهم كتابة وصف حدث، هنا كتابة وصف مكان. أما بالنسبة للدرس الثالث درس القراءة فيه هيبقى المحيطات تتحدث إلينا. والقواعد النحوية اللي هي الفعل المثنى جمع المذكر السالم. القواعد الإملائية تطبيقات على الألف اللينة في الأسماء. ودرس التحدث نهر النيل. ودرس الخامس اللي هو الكتابة
تطبيقات على كتابة وصف مكان. لازلنا في الوحدة التانية، والدرس الرابع فيها هو درس الظواهر البلاغية، مراجعة على التعبير الحقيقي والمجازي. مكملين لسه في الدرس ده. والنص الشعري بقى الخاص بالوحدة التانية اسمه العلم طريق النجاح. عامل في الآخر خالص ملخص الأضواء على شهر مارس عشان امتحان شهر مارس، وأنشطة الأضواء على شهر مارس، وكمان اختبارات على الشهر. وآخر حاجة عودة للقراءة مع الأسرة. دي قصة بتبقى للقراءة فقط، اسمها حديقة على السطح. ندخل بقى على منهج شهر إبريل والوحدة التالتة. الوحدة التالتة بعنوان نعيش في سلام. عندهم فيها كام درس؟ عندهم فيها زي ما احنا شايفين برضو 4 دروس. الدرس الأول، أول درس فيه نص الاستماع مساحتي الشخصية. والدرس التاني اللي هو هيبقى فيه درس القراءة مملكة اللون الواحد. والقواعد النحوية إفراد الفعل ما فاعله، والمفرد والمثنى والجمع بيبقى في الدرس ده. بعد كده درس القواعد الإملائية، الألف اللينة في الأفعال. ودرس التحدث الاختلاف في الرأي فرصة للتفاهم. والدرس الخامس اللي هو درس الكتابة، تطبيقات على كتابة وصف حدث. أما بقى بالنسبة للدرس الثالث، فهياخدوا أول درس فيه درس القراءة، هل وزعت السعادة على الآخرين اليوم. وبالنسبة لثانيا القواعد النحوية، هياخدوا فيها الضمائر والفاعل الضمير. وبالنسبة للقواعد الإملائية، تطبيقات على الألف اللينة. ودرس التحدث اسمه تصرف بسيط له أثر كبير. بعد كده خامسا درس الكتابة، تطبيقات على كتابة وصف مكان. والدرس الرابع هيبقى فيه الظواهر البلاغية، مراجعة على التعبير الحقيقي والمجازي. هما مش هياخدوا خالص في الظواهر البلاغية إلا التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. أما بقى النص الشعري الخاص بالوحدة الثالثة اسمه للجميع. وبرضو زي ما متعودين ملخص وأنشطة واختبارات على الشهر اللي هو شهر إبريل. القصة بقى اللي هي للقراءة فقط اسمها قصة جارنا الجديد. بعد كده بقى ملحق المراجعة والامتحانات، ده من الكتاب يعني مش منفصل، يعني في نفس الكتاب بس في الآخر هيبقى فيه بقى مراجعة الأضواء النهائية على المنهج كله. وكمان فيه ملخص للقواعد النحوية والقواعد الإملائية والظواهر البلاغية. وكمان فيه ملخص للكتابة. ده طبعا كله بيبقى خاص بالجزء الأول. والجزء التاني امتحانات الأضواء الاسترشادية، وامتحانات طبعا بالنسبة لطلاب الدمج وطلاب التعليم العام وطلاب التعليم الأزهري. وكمان عندنا فقرات الاستماع بتبقى في نهاية الكتاب، والإجابات النموذجية. ندخل بقى كده مع بعض على الكتاب من جوه ونشوف شكله ايه. ده شكل الكتاب من جوه. طبعا الناس اللي متعودين على ده بالنسبة للخط العربي. الناس طبعا اللي متعودين على الأضواء عارفين كويس شكل الورق بتاعه والطباعة. مصطلحات حول المنهج، كل ده في الكتاب من جوه. اهو زي ما انتوا شايفين كده مراجعة على ركني الجملة الاسمية. الورق بيبقى خفيف شوية نوعا ما، بس ده طبعا يعوضه الكتاب ومحتوى الكتاب وطريقة الشرح والاهتمام بالامتحانات والمراجعات والكلام ده. فمش مشكلة ان الورقة تبقى خفيفة شوية، بتخلي بس بالنا واحنا بنتعامل مع الكتاب. غير كده الخط واضح جدا، الورق ابيض والكتابة بتبقى باللون الاسود في الغالب مع الوان تانية، بس بيبقى طبعا الخط واضح جدا. الالوان بتاعته مميزة وواضحة، يعني بتفتح نفس الطالب كده على المذاكرة زي ما انتوا شايفين. اهو هنعرف كمان الكتاب اصلا فيه كام صفحة بالظبط، هنشوف عدد الصفحات في الاخر. ادي طبعا بتبقى مراجعات على الشهور علشان طبعا امتحان الشهر. ادي مثلا مراجعة على شهر ابريل واختبارات على شهر ابريل، كذا اختبار. مراجعة الاضواء النهائية. ادي ملحق المراجعة
جايبهولنا، هنشوفه بقى بيحتوي على ايه. وطبعا علشان احنا ايه بنيجي نراجع كده في الاخر وبنذاكر، فلما ملينا بقى المنهج كله ايه بشكل موجز كده في الاخر. ادي ملخص القواعد النحوية كله بيبقى في الاخر، ملخص القواعد الاملائية، ملخص الظواهر البلاغية، وملخص للكتابة بالشكل ده. كمان جايب معجم لأهم المفردات اللغوية لكل درس في الكتاب. بعد كده بقى امتحانات الأضواء الاسترشادية، جايب لهم امتحانات كتير. هنعرف كده مع بعض جايب كام امتحان. الامتحان الرابع، الامتحان الخامس، السادس، السابع، امتحان 11، 12، 13. جايب لهم 13 امتحان. في كمان امتحانات استرشادية زي ما انتوا شايفين اهي، على او بالنسبة لطلاب الدمج جايب لهم كام امتحان بقى. اللي هم طلاب الدمج جايب لهم ادي امتحان 2 3 3 امتحانات. في كمان امتحانات استرشادية لطلاب التعليم الازهري، اعتقد برضو هيكونوا ايه 3 امتحانات برضو اهو. لا مش 3، هم اكتر، هم 5 امتحانات، 5 امتحانات للتعليم الازهري. وفي الاخر خالص بقى جايب الاجابات النموذجية ونصوص الاستماع في نهاية الكتاب. طيب عايزين بقى نعرف مع بعض سعر الكتاب. سعر الكتاب 195 قبل الخصم. بتشوفوا مكان يكون عامل خصم كويس وبتجيبوا منه. هو سعره قبل الخصم 195، بس بصراحة مش خسارة فيه خالص. عدد صفحات الكتاب 334 صفحة. زي ما قلت لكم بتدوروا على مكان عامل خصم كويس وبتجيبوا. انا جبت من مكتبة عاملة خصم 20%، وده كان افضل خصم بالنسبة لي. انتوا شطارتكم بقى لما تلاقوا كده مكان عامل خصم كويس بتجيبوا منه.